هل عجبني شيكو بنزا واخوان الفينا ومن الاخر كده كيفوا دماغي واتنين لعيبه هيكسروا الدنيا في الزمالك؟ ركز معايا عشان الكلام في الفيديو ده مهم جدا ومحتاجينهم امتى وايه المختلف فيهم وايه اللذيذ فيهم وايه الجامد فيهم. ركز معايا. اعتقد كبدايه في 4 ماتشات الاتنين لعيبه دول شيكو بنزا مسجل هدفين واخوان الفينا مسجل هدف، والزمالك جايب في ال4 ماتشات 5 اهداف. يعني الاتنين لعيبه دول مسجلين 3 اهداف مع الزمالك في 4 ماتشات. كلام مهم جدا وحلو جدا. الروح حلوه، اللعيبه واقفه على رجليها، اللعيبه متفاعله مع الجماهير وحبه الجماهير وحبه الاجواء، مش جاي مخضوض. ده مهم جدا لان ده كان بيحصل لنا في لعيبه كتير جدا بداياتهم كانت زي الزفت. البدايه كويسه ولكن انا محتاج اشوفهم امام بيراميدز وامام الاهلي. دول اهم ماتشين في الموسم. لو الاتنين لعيبه دول تألقوا في الماتشين دول وصنعوا الفارق وسجلوا والزمالك كسب بسببهم، اعتقد ساعتها ممكن نتكلم الدنيا كويسه والدنيا حلوه. اتمنى الناس ما تحكمش عليهم دلوقتي، لسه بدري على الموسم. اعتقد ان الزمالك تعاقد مع صفقتين في حاجه بدايه كويسه. لايك وفولو وشير وجهه نظر في الكومنتات وقولي وجهه نظرك، مهم جدا. سلام.